خير او مساء الخير عليك حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو. انا احمد فتحي وانت في اول حلقات PTF. هتكلم النهارده عن التطور اللي حصل فيه التليفون، اللي هو دلوقتي بقى في جيبك وموجود معاك في كل مكان، واللي انا بصور منه دلوقتي. نبدأ العد. في 1879 كانت أول مكالمة، أول براءة اختراع على ألكسندر بيل عن تليفونه، اللي هو كان عبارة عن صندوق فيه فتحة هي اللي بتسمع وتتكلم منها. وكانت فكرتها بسيطة جدا، إن هو بياخد ترددات صوتك بيحولها لتيار كهرباء توصل للناحية التانية، ترددات يقدر يسمع اللي انت بتقوله، فكده قدر يوصل أكتر من رسالة نفس الوقت. جات له الفكرة من فين؟ إن هو فكر في المشكلة بتاعة التليجراف اللي طلعت، إن هي كانت بتوصل رسالة واحدة بس. الموضوع ما وقفش على كده، جم العلماء فكروا أكتر، قالك صندوق فيه فتحة واحدة تتكلم وتسمع منها، لا ده احنا هنعمل ايه؟ تليفون الشمعدان. بسط الموضوع ان في مكان تتكلم منه وفي مكان تسمع منه، فالموضوع بقى ابسط. العلماء سكتوا على كده؟ لا، قالك لازم نسهل الموضوع اكتر على الناس. فقالك ايه؟ بدل ما انا بتصل بحد بيحول لي المكالمه على حد تاني، فالموضوع بقى فيه وقت ممكن الشخص التاني مش موجود والحاجات دي، لا احنا نسهلها على الناس ونخليهم هو اللي يتصل برقم الشخص التاني. ازاي؟ اخترعوا التليفونات المدوره اللي هي بتطلب الرقم ترجع تاني تستنى عبال ما تطلب الرقم التاني وتستنى تاني وتطلب الحوار ده. اكيد انتوا كلكم عارفينه، وفي ناس كتير حضرت الموضوع ده. الموضوع يسكت على كده؟ لا، العلماء فكروا تاني وقال لك المشكله دي لازم نحلها. الوقت اللي بياخده الشخص ده عشان يتكلم، لا احنا نحل الموضوع ونخترع زراير. كانت فكرته بسيطه قوي، ان هو لما تضغط على الزرار بيدي كهرباء فالتليفون يفهمها ان ده الرقم الفلاني. العلماء يسكتوا على كده؟ ما سكتوش. الموضوع اتطور اكتر وبقى لاسلكي، ان هو ممكن تبقى بدل ما انت قاعد جنب التليفون وبتتكلم وثابت في مكانك، لا ده انت ممكن تاخد التليفون وتتحرك بيه في المجال بتاعه. الموضوع اتطور اكتر وبقينا دلوقتي عارفين نمسك الموبايلات اللي معانا، والموضوع اخد شكل تاني خالص من الاشكال اللي احنا بنشوفها. هتكلم على موضوع تطور التليفونات، والتليفون اول تليفون طلع عن طريق شركة موتوريلا في الفيديو اللي جاي. لو انت مش عامل سبسكرايب اعمل دلوقتي، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، وهستناك في الفيديو الجاي. سلام.